النهارده هنجرب مطعم ساتاموني. هو المطعم كده اسمه ساتاموني. السلام عليكم ورحمة الله، معكم يوسف جد وفيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي، ادعي لي دعوة حلوة من قلبك، انزل اكتب لي كومنت يشجعني ويدعمني ويحفزني ويخليني اعمل فيديوهات اكتر واكتر. قبل ما نبدأ الفيديو من فضلك لو سمحت اول حاجة تعملها تنزل تعمل اشتراك في القناة وتحط لايك على الفيديو وتكتب لي كومنت لو عايزنا نجرب منتج معين او مطعم معين او اي مكان او اي حاجة او اي تجربة، يا تعمل لي منشن عليها يا تكتب لي اسمها تحت في الكومنتات وانا اجربها لك على طول. تاني حاجة بقى، مبسوط قوي لان الفترة دي في كمية دعوات بتجيلي كتيرة جدا سواء على القناة او بره القناة، فالصراحة دي حاجة بسطاني ومهدية نفسيتي كده ومخلياني رايق ومبسوط ومنتظم في عمل الفيديوهات. فانا طالب من كل صحابي واخواتي والناس اللي بتتفرج عليا دعمني بكلمة حلوة او بدعوة حلوة، مش طالب منك اكتر من كده، وتحط اللايك المتين بتاعك. هو ده كل اللي انا طالبه منك. النهاردة بقى هنجرب مطعم. الصراحة المطعم ده بقالي فترة كده بلف وادور على ان انا عايز اجربه، بس هو الصراحة كان مكانه بعيد عني شوية، فهو من فترة كده فتح فرع قريب مني في محمد نجيب، فانا لقيته عامل شوية عروض حلوة فقلت لا احنا كده لازم نجربه. المهم طبعا زي ما احنا متعودين في اخر الفيديو هتلاقي العروض وهتلاقي الارقام وهتلاقي كل حاجة. النهاردة هنجرب مطعم ساتاموني. هو المطعم كده اسمه ساتاموني. والصراحة أنا جبت عرض اسمه عرض التوفير ب50 جنيه، عبارة عن فطيرة رول 30 سنتي ومعاها بطاطس ومعاها ميني فطيرة شوكولاتة ب50 جنيه. بس أنا حاسس إن الأوردر منكمش في نفسه، شكله سعان. تعالوا كده إيه نطلع الأوردر بتاعنا. لو بقى العلبة طلعت كبيرة أنا كنت بحسبها صغيرة. بصوا المطعم اسمه إيه؟ ملكوش دعوه باللي فوق ده، رقم الاوردر اسمه ساتاموني، وحاطط الصوره بتاعت ايه؟ بتاعت الراجل اللي هو عارفينه ده. هحطها لكم هتظهر هنا او انتوا اكيد شفتوها في الصوره المصغره. المهم الراجل ده عامل شويه عروض حلوه، والراجل ده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل بيتزا وفطير رول وسندوتشات ومكرونات. قلت النهارده هنجرب من عنده الفطير الرول او هنجرب من عنده العرض اللي هو عامله ده. ويلا بينا ايه نفتح العرض ونشوفه من جوه عامل ازاي، عشان انا قلقان. انا قلقان. انا دافع 50 جنيه. الورقة الحمراء دي عارفينها؟ المهم الريحة حلوة قوي، وتعالوا خدوا بصة. انا ايه خايف الف. طب ايه خليها كده. ده هنا دي عبارة عن فطيرة 30 سنتي تمام، ومعاها بطاطس وكيسين كاتشب ومعاها ميني فطيرة شوكولاتة ب50 جنيه. والفطيرة دي انا طلبتها بسطرمة. شايفين الحلويات؟ والمكان في محمد نجيب يمين كده وانت رايح على العيسوي. تعالى اول حاجه كده ايه نبدا بالبطاطس. والبطاطس شكلها كده ايه، عليها بهارات وعليها شويه شطه. خدوا بصه كده، يلا ندوق. بسم الله. انا حاسس ان الاكله دي ناقصها حاجه. رحت دعبست كده في التلاجة، لقيت الواحده البيبسي دي، قلت كده الاكله هيبقى شكلها احلى. هو انا بشرب اللي هي الزيرو بس دي اللي موجوده بقى دلوقتي، فماشي. هنعتبر النهارده الفري بتاعنا البطاطس عاديه عليها رشه بهارات حلوه كده وطعمها لذيذ. تعالوا بقى ايه ندخل على الفطير. والفطير في حته في النص كده ايه شكلها مليانه. تعالوا نشوف الفطير ده من جوه ايه فيه ايه. فلفل وطماطم وبسطرمه وجبنه موتزاريلا. خدوا بصه كده. والله انا حاسس ان انا هبقى مبسوط بساتاموني اوي النهارده. الريحه بتقول كده. الفطيره تقيله خلي بالكوا، يعني القطعه دي تقيله. يلا ندوق. بسم الله. اجين واحده تاني عشان في حاجه كده يعني مش عارف. بسم الله. طلع بقى بق بيبسي. تعالوا نجرب واحده بالكاتشب كده، حته من على الطرف بقى، واديها ايه، اديها شويه كاتشب كده. حاطين كاتشب هاينز، لا الصرف بايه. بصوا بقى بالكاتشب بقت عامله ازاي. الصراحه شغل حلو. تعالوا ندوق بالكاتشب. بسم الله. هيطلع هشام دلوقتي هيكتب لي كومنت هيقول لي بقول لك يا جدو هو انت بتعمل ريفيو ولا بتاكل؟ لا انا باكل يا عم هشام، انا بقول لك عشان ما تكتبش الكومنت. بسم الله.
الصراحة هي بالكاتشب في حتة تانية خالص. الفطير طري وحلو، والجبنة الموتزاريلا اللي جوه كتير وطعمها حلو. في مشكلة واحدة بس، البسطرمة عشان ياما حادقة شوية، يعني هي مش باينة تعدي، بس هي فيها ايه سنة كده. بس في الإجمالي الفطيرة حلوة وحجمها كويس وكوجبة معقولة، يعني ايه لو الفطيرة كبرت شوية تبقى حلوة. تعالوا ندخل على الفطيرة الحلو، بس أنا هروح آكل الأول الحادق وبعدين ايه ندخل على الحلو. تاكل معايا يا شاه. الصراحة برضه عشان نبقى بنقول كل حاجة بكل أمانة وكل شفافية، كمية البسطرمة اللي جوه الفطيرة كتيرة جدا. حلاوته إن هو طري وبعدين مش تقيل، يعني ما يقفلكش. والصراحة أنا كنت مفكر إن أنا مش هشبع، بس بعد ما أكلت لأ قفلت، يعني جابت معايا حلوة. تعالوا بقى ندخل على الفطير الحلو. هو مش فطير حلو قوي، هي ميني فطيرة، يعني إيه فطيرة صغيرة شوكولاتة. دي فطيرة صغيرة قوي، دي 4 قطع بالظبط، بس عليها كمية شوكولاتة ياما قوي. بص شكلها حلوة. ماشي، بما اننا بقى ايه خلاص الجو بدأ يسقع، الشوكولاتة ماسكة فيها مسحتش من عليها. شكلها كده من قريب، يلا ندوق. بسم الله. فظيعة 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 فظيعة. الشوكولاتة اللي فوق دي طعمها جامد قوي. تقريبا هما بيعملوا اعلانات بطريقة غير مباشرة، يعني هو بعتلك دي عشان هتعجبك وهتطلبها بعد كده. لا الصراحة جامدة قوي 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 قوي. الصراحة من الأماكن اللي أنا استمتعت بالأكل منها، الوجبة عجبتني قوي. الفطيرة الحلوة دي حكاية لوحدها، دي عايزة فيديو لوحده، نجيب فطيرة ونجربها. بالنسبة لي تجربة حلوة قوي. في الإجمالي هدي الوجبة 9/10 عشان الفطير كان حادق شوية، بس الفطير طعمه تحفة، مخدوم جدا، الحشو بتاعه مليان. تجربة حلوة. متنساش بقى حط اللايك المتين، تكتب لي الكومنت الحلو. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.